هذا اليوم المبارك الثلاثاء 22 شهر 1 2025 يعني هنالك وفد كريم من إخواننا في المقاومة الشعبية، على رأسهم أخونا سعادة اللواء ركن عصام الدين حسين، وأيضا سيادته الشيخ عثمان الشيخ المشرف العام على معسكر المعاقيل أو لواء الإكرام الأول في السودان. ومعنا نفر كريم من المجاهدين والمكتب التنفيذي للمقاومة الشعبية. أتينا اليوم في زيارة تفقدية لنأخذ معنويات من سعادة الأمير، خليها بدون رتبة، سعادة الأمير سر الختم أدروب قائد المجاهدين في الكرام في المقاومة الشعبية في محور الجيلي. وأتينا وبمعيتنا يعني جهد المقل أخونا الشيخ عصام الحاج الأمين في منظمة الغيث الخيرية. هذه المنظمة هي الذراع الأيمن أو أحد أذرع المقاومة الشعبية في محلية الشندي، والمعين الرئيسي ماديا مع بعض الإخوة في غرفة طوارئ الشندي وغيرها. أبد أنفسهم إلا أن يستمر هذا العطاء المتصل من بداية المعركة حتى هذا اليوم، وسيستمر بإذن الواحد الأحد حتى واليوم ببعض المعينات عبارة عن ما يحتاجه المجاهدين من مواد جافة تعين المجاهدين إن شاء الله في سد الحوجة التي يحتاجون إليها بالمواصفات بناء على طلب سعادة الأمير هنا سر الختم أدروب. تم تجهيز هذه الوجبة وهذه السلة جاهزة بناء على رغبتهم بما يحتاجونه من معينات بإذن الواحد الأحد حتى يكتمل النصر الذي نعتقد أنه قاب قوسين أو أدنى. ونحن الآن في منطقة جبل البكاش المحررة سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من المجاهدين جهدهم وأن يعلي شأنهم وأن يرفع قدرهم. ومن هذه البقعة المباركة المحررة نرفع التحايا إلى سعادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام لقوات الشعب المسلحة، ونقول له إن شاء الله المقاومة الشعبية محلية الشندي كانت وما زالت ستظل سندا وعضدا لقوات شعبنا المسلحة حتى يحقق الله سبحانه وتعالى النصر على قوات شعبنا المسلحة. وأيضا باسم كل المستنفرين والمقاومة الشعبية نرفع الشكر لكل المرابطين ونخص باسمهم جميعا إخواننا في المشتركة، ونقول لهم مشتركة فوق ومورال فوق. هؤلاء الرجال الذين أثبتوا أن السودان كل لا يتجزأ، هؤلاء الرجال الذين أتونا من أقصى غرب السودان حتى يلتحموا مع إخوانهم في هذا المحور وكل محاور السودان. لا نريد الاسترسال في الكلام، ووقت الكلام كما يقول السيد القائد العام قد انتهى. كلمة بسيطة نيابة عن المجاهدين أخونا سر الختم أدروب فليتفضل مشكورا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا الحمد والشكر لله تبارك وتعالى، وزي ما قاعدين نذكر إنه الأيام ذي أيام شكر الحمد لله سبحانه وتعالى، ولئن شكرتم لأزيدنكم. أول حاجة نرحب بالوفد الكريم الجانا الليلة اليوم زيارة بمختلف مقاماتهم قياداتنا في المقاومة الشعبية. نحن قاعدين نقول عبرهم نسجل صوت شكر لأخونا وعمنا وأبونا عصام الحاج من هذه الذكرى الطيبة المباركة الذي يعني نطمع أنه يعين المجاهدين في مسيرتهم في معركة الكرامة. نحن قاعدين نقول للناس إنه المجاهدين شكلوا لوحة فنية كبيرة جدا جدا دعم للقوات المسلحة في هذه المعركة، خاصة معركة تحرير جبل البكاش. معركة كانت معركة كبيرة بكل المقاييس، معركة استرسلت فيها كل القوات المسلحة والقوات المساندة لها من المستنفرين وجهاز الأمن والمخابرات والمشتركة. سطر فيها لوحة بطولية كبيرة جدا جدا، برغم العدو حاول يتحصن الجبل، لكنه القوة والعزيمة والإصرار وخبرة القوات المسلحة يعني طردت العدو من المنطقة دي. والآن المنطقة أصبحت آمنة، وهي كما تعلمون جميعا إنها منطقة استراتيجية بالنسبة لولاية النهر عموما في تأمين المنطقة. نحن بإذن الله سبحانه وتعالى وعدنا للسيد القائد العام كما بشرناه في أول يوم، وعدنا للقيادة في الفرقة الثالثة، وعدنا للسيطرة، وعدنا للسيطرة الجوالة، وعدنا لأهلنا وأخواننا وأعمامنا وعشيرتنا كلها في ولاية نهر النيل عموما والمقاومة الشعبية وقياداتها خصوصا، إنه والله إن شاء الله بإذن الله
الناس من هنا منطلقين للمراحل الثانية. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الهدف الأساسي ليس هو جبل البكتاش، وإنما الهدف المعروف للناس أن احنا إن شاء الله هدفنا المصفى، يتحرر المصفى وبالتالي يتحرر جميع السودان بإذن الله سبحانه وتعالى. احنا للمرة الثانية والثالثة نسجل صوت شكرنا لعمنا وابونا السيد عصام الحاج، ونقول له جزاك الله خير وكثر خيرك وربنا يخلف عليك ان شاء الله. وده عهدنا به، يعني هنا اخونا عصام الحاج من بدات المعركه دي هنا في ولايه نهر النيل في معركه الكرامه، وهو كان يده طويله جدا جدا مع المجاهدين. نسال ربنا يتقبل منا ويتقبل من الجميع. بارك الله فيكم. السلام عليكم. الله اكبر. ونحن ان شاء الله يعني في المقاومه الشعبيه واثقين منكم كل الثقه. ايوه نصيحتي لكم وانتم ناس خشيتوا المعركه وجربتوا المعركه، طلقه ما ماشيه في محلها ما تطلع، طلقه ما ماشيه في محلها ما تطلع. ايوه نحن مغادر نعم الرجاله فينا والشجاعه فينا، لكن السلاح في النهايه هو سندنا. ايوه نحن والله واثقين منكم وان شاء الله مش بنقول لكم حتصلوا، وصلتوا. الله اكبر. ايوه والله وصلتوا ووصلنا، وشاكرين للاله اول حاجه، وشاكرين لجهود الرجال. شبابنا ديل يا هنا كانوا زمان بيقولوا الحاطه قفلوا بيهم الشوارع وقفلوا الشوارع، الليله هذول المقاتلين. البلد خربت لكن قلوبنا عمرت. ايوه والبلد بتعمر القلوب ما بعمر الطوب ده. طالما القلوب عمرت نعيدها احسن من سيرتها الاولى. البكاش وغير البكاش. احنا شاكرين لكم وشاكرين لاخونا عصام الحاج، وشاكرين لكل من دعم، كل من دعم وكل من وقف خلف الرجال. ايوه القضيه ما قضيه نفر، العدو واحد والهدف واحد. تصلوا باذن الله.